ازيكم عاملين ايه؟ انا ايزيس، اهلا بيكم. انتوا اول مره تشوفوني، اهلا بيكم برضه لو انتوا دايما بتشوفوني. في الفيديو ده هقول لكم على شويه غلطات بنعملها بتخلي ريحتنا مش حلوه مهما اهتمينا بنفسنا ومهما استخدمنا في منتجات الكواليتي بتاعتها عاليه جدا. اللي مش عارف، انا كنت عامله لكم فيديوز برضو اتكلمت فيكم معاها، يعني اتكلمت معاكم فيها على ايه الحاجات اللي تعمليها وايه المنتجات اللي تستخدميها وحاجات تريكات انا متاكده ان مش كل الناس تعرفها تخلي ريحتنا احلى، والريحه دي مش بس تبقى احلى، لا هي كمان تقعد لاطول فتره ممكنه. دلوقتي بقى هنتكلم على الغلطات، فلو انت مهتمه شوفي الفيديو للاخر ويلا بينا نبتدي. هنبدأ مع بعض بأول غلطة، وهي إن إحنا مش بنهتم بنوع الأكل اللي إحنا بناكله معظم الوقت. لو انتوا من الناس اللي بتاكل حاجات حراقة سبايسي كده كتير، وبتاكلوا حاجات فيها بصل وحاجات فيها توم، وبتشربوا مثلا حلبة، في بعض الأكلات أو الخضار اللي بيبقى جواه كده زي ريحة بتنتشر في الجسم، فالريحة دي بتطلع من خلال المسام بتاعة جسمنا. الحاجات دي بتخلي ريحتنا تقلب، حتى لو احنا حاطين برفيومز كتيرة، حتى لو احنا مهتمين بنفسنا جدا عاملين كل الخطوات الصح، بس نوعية الأكل دي هتغير في ريحة جسمنا. طيب ازاي نصلح الغلطة دي؟ نغير الأكلات اللي بناكلها. ممكن تاكلي وكل حاجة، لأن احنا كمان طبيعة أكلنا في مصر كمان صعبة جدا، بس كل اللي انت عايزاه بس دايما حافظي على ان انت تشربي مياه كتير وتاكلي فاكهة كتير، لأن الفاكهة بتغير من ريحة الجسم. انا بصراحه مش من الناس اللي غاويه فاكهه، محدش يسالني ليه، مع ان الفاكهه دي المفروض حاجه حلوه يعني، بس مش عارفه ليه مش بلاقي نفسي بروح لها كتير. بس عامه اكل الفاكهه وشرب الميه الكتير بيخلي ريحه الجسم تتوازن تاني. يعني حتى لو انت مثلا بره واضطريتي ان انت تاكلي حاجات سبايسي او حاجات تغير من ريحه بقك او جسمك، على طول الحقي نفسك بشرب ميه كتير قوي. لو تعرفي تجيبي اي عصير فاكهه زي الاناناس، بالاخص الاناناس بيخلي ريحه الجسم حلوه جدا، حاولي تشربيه وهتلاقي ان ريحه الجسم ابتدت تهدى شويه. تاني حاجه وهي نوعيه اللبس اللي احنا بنلبسه. دايما ليه بنقول ان احنا لازم نلبس قطن؟ مبدئيا لان القطن بيمتص العرق، في نفس الوقت في اللي هي بعض الفابريكس او بعض الاقمشه المصنعه هي اللي بتخلي ريحه جسمنا تكمكم. عمركم يعني جبتوا حاجه لبس كده لبستوه لقيتوا ان انتوا في نوع لبس كده معين او مثلا بلوزه معينه ما بتحبوش تلبسوها؟ لو ركزتوا هتلاقي انها بتطلع ريحه العرق اكتر وتخلي ريحه جسمكم مغيره كل مره بتلبسوها، بالذات من عند منطقه الاندر ارم. الفكره ان الحاجات دي بتبقى مصنعه من مواد زي البوليستر، زي النايلون، اي ماده مش طبيعيه من القماش متصنعه في مصانع، وبعد ما بنلبسها ولو هي مش متخلطه او مش متصنعه مع مواد مخلوطه بيها صح في شركه محترمه، هتلاقوا ان هي لو 100% بوليستر مثلا، ريحة الجسم كل ما بنلبسها بتغير وبتبقى غريبة. الحاجة اللي بعد كده وهي الحاجات العادية اللي المفروض كلنا عارفينها وساعات بنطنشها وما بنعملهاش. زي ايه؟ زي ان احنا ناخد شاور على الأقل مرة في الصيف، وعلى الأقل مرتين 3 في الأسبوع في الشتاء. يعني لو تقدري تستحمي كل يوم أكيد اعملي كده. ولو الايام اللي مش هتقدري تاخدي فيها شاور لايا كان ايه السبب، على الاقل على الاقل اغسلي منطقه الاندر ارم، لان انت لو منطقه الاندر ارم ريحتها مش حلوه واوريدي خلاص انت عرقتي فيها، اي برفيوم هتحطيه اي ديودرنت هتحطيه هتلاقي نفسك بتعرقي ريحه وحشه اكتر. وكل ما كنتي بتستخدمي برفيوم تقيل، يعني ريحته اصلا تقيله، كل ما هتكون ريحه العرق بقت اسوأ. فدي حاجه بسيطه قوي، كل اللي محتاجه تعمليه تغسلي منطقه الاندر ارم لو مش تقدري تاخدي دش كل يوم. الحاجة اللي بعد كده وهي ان احنا مش بنهتم بالمناطق الصغيرة او المخفية. زي ايه؟ زي منطقة ورا الودان، زي منطقة السرة، بننضفها في اثناء الشاور بتاعنا. نتأكد بس ان احنا بنعدي الشاور جيل بتاعنا عليها وان احنا منضفينها ودنيتنا تمام. ننضف كمان ورا الركبة، ورا يعني المنطقة اللي هي بتاعة الكوع، ما بين صوابع رجلينا، وكمان المنطقة اللي هي بتبقى بتاعة الرقبة دي. والاهم من ان احنا ننضفها ان احنا بعد ما ننضفها ننشفها كويس. لازم تتاكدي بمناديل ان انتي نشفتي كل المناطق دي. منطقه البيكيني تنشفيها بالمنديل كويس قوي، ما بين صوابع الرجلين، منطقه الرقبه وورا الودان، كل ده نتاكد ان احنا نضفناه كويس قوي. ومش بس نضفناه، نشفناه كمان، لان لما الميه بتتجمع ده بيخلي في بكتيريا، والبكتيريا بتعمل ريحه وحشه. وساعات كمان بتحصل حاجه اسمها التينيا، ودي يعني التينيا دي بتبقى زي علامات بني كده بتبقى على الجسم، بتبقى جايه نتيجه من للتجمع البكتيريا او عدم التنشيف الكويس، وبتحصل كمان للبنات في منطقه
تحت الصدر، فخدوا بالكم من حاجه زي كده، لازم ننشف كويس قوي. الغلطه اللي بعد كده وهي ان احنا بنلبس نفس اللبس بتاعنا اللي احنا كنا قلعينه وعرقانين فيه، او في بواقي مثلا من اللوشن او الديودرنت معلقين في اللبس ده، وبنلبسهم اكتر من مره. خصوصا لو لبس احنا كنا لابسينه واحنا خارجين ورايحين نلبسه تاني. يعني هقول لكم ازاي. دلوقتي انت مثلا خدتي شاور، خدتي الدش بتاعك، حاولي تغيري على الاقل اللبس اللي هو الداخلي، البرو بتاعك تغيريه، الاندروير طبعا ده مفيش نقاش فيه، اللبس كمان زي الحاجات اللي بتتلبس من فوق، البلوزه بتاعتك، التيشيرت بتاعك كده. ساعات في لبس احنا مش بنحتاج نغسله كتير زي الجينزات والبناطيل، خصوصا بتاعه الخروج وكده، مش دايما هي مصنعه اصلا عشان تتغسل دايما، ولكن حاولي ان انت تعملي مسافه ما بين كل مره تلبسيها والتانية. يعني لو لبستي بنطلون النهارده، حاولي تغيري تاني يوم وتلبسي بنطلون غيره. لكن اللبس اللي من فوق هو اللي حاولي تغيريه طول الوقت، ما تلبسيش نفس اللبس ده اكتر من مره عشان الريحه تفضل كويسه. الحاجة اللي بعد كده وهي استخدامك لمنتجات غلط. ازاي؟ زي الديودرنت مثلا. لو انت واحدة عندك فرط تعرق، خلاص بتعرقي جامد قوي وبتستخدمي الديودرنت بتاعك وانت حاسة ان هو مش جايب نتيجة، حاسة ان انت لسه ريحتك مش نافعة، ولو كل الناس اجمعت ان هو حلو يبقى هو مش نافع معاكي انت، غيريه، الموضوع منتهي يعني. فساعات كتير قوي هتسمعي ريفيوز عن منتجات انها كويسه، تيجي تستخدميها على جسمك انت هتلاقيها ما بتندمجش مع جسمك، جسمك مش قابلها، رافضها، غيريها بدون نقاش. وده ممكن تلاحظيه كمان في حاجه في البودي لوشنز بالذات. اللوشن ساعات بيبقى ريحته حلوه جوه العلبه، تيجي تستخدميه على الجسم تلاقي ريحته مغيره، فتستغربي اللي هو هو ريحته حلوه، هو ليه لما بحطه انا بيبقى ريحته مش حلوه؟ ساعات بتبقى الفورمولا نفسها فيها حاجه انها مجرد ما بتلمس الجسم الريحه بتتغير، بتبقى في العلبه حاجه، وعلى الجلد لما بتندمج وتتعايش بقى في الجلد مع العرق وكل حاجه ريحتها بتغير. غيريها حتى لو كل الناس اجمعت انها حلوه. فدايما راقبي جسمك رافض المنتج ولا حبه. الحاجه بقى الاهم من كل ده انك بتطنشي اصلا ان ممكن يكون عندك مشكله صحيه. يعني ممكن تكوني عملتي كل الحاجات الصح اللي في الدنيا وتجنبتي كل الغلطات ولسه عندك ريحه بتطلع وحشه. حاولي تركزي الريحه دي طالعه من انهي جزء في جسمك، عشان ممكن يكون عندك مشكله صحيه في المكان ده، او بعد الشر محتاجه تعملي تحاليل تكتشفي ان عندك اي مشكله زي السكر مثلا، بتخلي جسمك يغمق، بتخلي ريحه جسمك تغير. ساعتها الموضوع هيبقى اكبر بكتير من شويه غلطات بتتعمل ليها علاقه بالسكين كير والبادي كير والكلام ده كله. فلا، روحي اكشفي لو انت حاسه المشكله طولت عن اكتر من شهر ومفيش حاجه بتتغير مهما عملتي. حاجه مهمه كمان انك لازم تهوي الجزم بتاعتك. كل ما تلبسي الجزمه بتاعتك يوم ورا التاني، يوم ورا التاني، او مثلا كنت مسافره بيها او حاجه، حطي تاني يوم الشوز بتاعك في الشمس، خلي الحاجات دي تتهوى عشان ما تعملش بكتيريا وتعمل ريحه وكمكمه في الرجلين. بالنسبة بقى لتعطير الجسم نفسه، ده اتكلمت عنه في الفيديوز اللي فاتت، فدي كانت الغلطات اللي هنتجنبها. وروحي شوفي الفيديو بتاع الحاجات الصح اللي المفروض نعملها، وكده تبقي جاهزة وفريش على طول. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم الفيديو اللي جاي.